بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. زي ما انتم شايفين نظرة عامة على المطبخ. انا بعمل الغداء. ده مش روتين صباحي. انا بدأت فعلا في الغداء. عندي البرتقان البلدي ده انا شارياه امبارح، شاريه كيلو ب2 جنيه، ال5 كيلو ب10 جنيه. يعني جبت كمية هعصرها واحطها في الفريزر، و لان انا اللي عصرته قبل كده كنت بجرب، بس عصرته وشلت كيسين في الفريزر وطلعتهم بعد كده عشان اشوفه هيبقى طعمه ايه. بصراحة طعمه ولا مرر ولا اي حاجة، سكرته وشربناه كان جميل جدا. في روتيني النهاردة عملت الغداء او لسه بعمل اهو. فيه بسلق فراخ. بسلق هنا نص فرخه، حاطه فيها طماطمايه في الشوربه عشان كده لونها محمر شويه، عشان هعمل ملوخيه. طلعت نص كيس ملوخيه على قدي انا وفرحه، ودي الحله دي فاضيه لسه هعمل فيها الملوخيه، ومطلعه الطاسات دي لتقليه الملوخيه ودي لتحمير الفراخ. وهنا عملت رز بالشعريه، احنا بنحب الشعريه كتير. وهعمل شويه لسان عصفور، مطلعه دي هعمل فيها لسان العصفور. هنشوف كده مع بعض. وكمان مجهزه حاجات السلطه بس لسه هغسلها. هعمل السلطه عباره عن طماطم وخيار وكابوتشي بس، عشان فرحه ما تحبش اي اضافات تانية. هعمل علبه واخد منها على قدنا واحط الباقي في التلاجة. انا ولعت على الفراخ والرز وقلت اشرب كوبايه شاي كده، لان ده الجراب بتاع الكاميرا. قلت اشرب كوبايه شاي كده لاني ما شربتش النهارده شاي ساده كده، كان شربت شاي بحليب بس. فهشرب الشاي وارجع المطبخ تكون الفراخ اتسلقت واكمل الغدا معاكم. استنوني. وده حبايبي الغدا بتاعنا خلاص اهو. الرز بالشعريه والفراخ اتحمرت، وادي الشوربه والملوخيه وكل واحد بولة سلطه، وده الليمون للشوربه والعصاره. وهنطلع الاكل بقى دلوقتي، كل واحد بياخد صينيته وبيقعد وبنفتح التلفزيون ونتغدى. طبعا هو الاكل قدام التلفزيون مش صحي، بس طالما غارفه الكميات بتاعتك خلاص. هنقعد بقى نتغدى وبعدين نشوف هنعمل ايه في المطبخ الجميل ده، والبوتاجاز اللي اتوسخ ده وكل حاجة اهي. وفي مواعين مغسولة اهي مكان ما كنت بشتغل، ودول طلعوا مني دلوقتي. فهنشوف بعد الاكل هنعمل ايه. وكمان ما تنسوش ان انا معايا حفلة البرتقان لسه زي ما هي، ربنا يسهل. هسيبكم بقى وناكل عشان الاكل بيبرد بسرعة، وارجع لكم ان شاء الله بعد الغدا. وبعد ما اتغدينا بعمل سموزي او عصير فراولة على موز في الهاند بلندر ده. يعني بخلي الفاكهة نص ضربة كده زي ما انتم شايفين اهو. الموز شايفين الموز قطع ازاي والفراولة قطع ازاي. اديله بس ضربة كده هنحلي بيه، وهشوفكم بعد ما نحلي ونشرب الشاي نكمل يومنا مع بعض. استنوا. وبعد ما خلصنا بقى الغدا والشاي والتحلية والمواعين والكلام ده، الدنيا راقت خلاص مفيش اي حاجة. غسلت البرتقان بتاعي بس طبعا مش الكمية كلها، غسلت شوية وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده، وطلعت العصارة وده هحط فيه القشر، وهبتدي بقى اعصر شوية شوية. طبعا انا مش هعصر الكمية كلها، بصوا هو العصارة دي انا وريتها لكم قبل كده، ظريفة جدا. مش هعصر الكمية كلها طبعا عشان هيبقى اجهاد عليا في الوقفة واجهاد على العصارة، فهعصر شوية صغيرين وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. وده حال المطبخ بعد ما اتغدينا وغسلنا المواعين وشربنا الشاي وعملنا السموزي. حلينا بيه، وكمان عصرت جزء من البرتقان وبقيلي الجزء ده. كمية كانت كبيرة. واشتريت الطماطم ديت من بياع كده بيعدي بعربية نص نقل صغيرة كده معاه خضار. جبت الطماطم ديت برضو هعملها واشيلها في الفريزر. ده ال2 كيلو ونص ب10 جنيه، يعني الكيلو ب4.
فجبت 2 كيلو ونص كده خفيف خفيف، وجبت نص كيلو ليمون. الليمون غالي شوية، الربع ب4 جنيه، جبت النص كيلو ب8 جنيه، و حطيته يعني في التلاجة. والطماطم خليتها بره، يا دوب مسحتها بس بمنديل، لسه ما غسلتهاش، مسحتها كده وانا بطلعها من الكيس، لان الجو النهارده كله تراب جدا، فالخضار كله مطرب. انا هشوف بقى كده لسه هعمل ايه النهارده. هرتاح شويه طبعا بعد الوقفه بتاعه البرتقان والمواعين والحاجات ديت، هرتاح شويه ونشوف هنكمل يومنا ازاي. استنوني. وكمان النهاردة في الروتين بتاعي، وبعد ما اتعشينا وجوزي جه بالسلامة وتعشينا، خليته نزل لي الشفاط، لاني مش بقى طول انزله. وزي ما انتم شايفين غسلته ونضفته، عملته بالباور على فكرة، وبعدين بالسلكة بيبقى زي الفل. الباور خلوا بالكم منه، ريحته قوية جدا، لان داخل فيه مكونات وحاجة زي مية النار، مادة كيميائية زي مية النار. خلوا بالكم، البسوا جوانتي، وخلوا بالكم على نفسكم. اللي عنده جيوب انفيه او حساسيه في صدره يا ريت ما يستخدموش خالص. زي ما انتم شايفين كده بقى منور بيبرق، سايباه بس يجف. انا نشفته بالفوطه بس سايباه يجف شويه. وجوزي هو نضف لي الشفاط من فوق اللي هو الاطار بتاعه الداخلي، وسايباه يجف، وهخليه يركبهولي. ده كان يومي معاكم النهارده. انا كده خلصت الروتين، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.